السلام عليكم. هكلمك على اللاب من افضل الاختيارات انك تدور عليه وتشتريه. اللاب ده مناسب جدا للاعمال المكتبيه وللدراسه واي شغل ما بيحتاجش تصميمات. واللاب ده هو HP EliteBook 840 G5. اللاب بينزل منه نسختين للبروسيسور، نسخه i5 ونسخه i7، والنسخه اللي معانا دي i5 جيل 8 8350 يو. البروسيسور بيجي بمعدل تردد 1.7 جيجا هرتز، والماكس سبيد بتاعه 1.9 جيجا هرتز. كارت الشاشه الموجود على اللاب ده هو انتل الترا HD 620. في الغالب هتلاقي اللاب نازل برامه 8 جيجا DDR4 و SSD M.2 256. لو اتكلمنا عن تصميم اللاب هتلاقي ان جسم اللاب بالكامل جاي من المعدن. ولو اتكلمنا عن شكل اللاب في العموم مور ستايلش من اي لاب تاني ممكن تشتريه في نفس الفئه السعريه. واللاب ده مقارب جدا في الشبه للاب تاني اللي هو HP EliteBook 1040. يعني لو قارنا اللاب ده مع اي لاب تاني من سلسله ديل لاتيتيود 7000 اللي بتبقى موازيه ليه في نفس الفئه السعريه، هتلاقي ان اللاب ده شكله افضل واحسن بكتير. خلينا نتكلم عن المنافذ اللي بتيجي في اللاب ده. بيجي من ناحيه الشمال بالاس سي او السمارت كارد ريدر، وبيجي بعد كده اليو اس بي 3. هتلاقي موجود من ناحيه اليمين عندك مدخل السيم اللي ممكن تستخدم فيه شريحه كداتا، وبعد كده بيجي بمدخل السماعات 3.5 ويو اس بي 3 ومدخل اتش دي ام اي ومدخل الايثرنت وكونكتور علشان تستخدم وصله الاتش بي دوك، وبعد كده يو اس بي تايب سي، وبعد كده بيجي سوكت الشاحن. انا بالنسبه لي كان ممكن يبقى في توزيع للمنافذ افضل من كده، علشان لو هتوصل كذا حاجه من ناحيه اليمين الموضوع هيبقى رخم شويه. لو اتكلمنا عن الشاشه اللي بتيجي في اللاب، فاللاب بيجي بشاشه 14 فول اتش دي 60 هرتز، واللاب بينزل منه اصدارات بشاشات 4K، وفي الغالب مش هتلاقي منه شاشات تاتش. اطار الشاشه بيجي من الجنب رفيع وشكله كويس، لكن لو بصيت فوق وتحت هتلاقيه واسع شويه. السماعات في اللاب ده بتيجي في الجزء العلوي فوق الكيبورد. الكاميرا بتيجي في اللاب ده عليها كفر، وده هيغنيك انك تشتري ستيكر تلزقه وتشيله كل ما تحتاج الكاميرا. الكيبورد بتيجي في اللاب ده باك لايت مستويين للاضاءه، ولو انت بتستخدم اللاب في الكتابه كتير الكيبورد دي هتكون مريحه معاك، خصوصا ان اي كليك في زرار الكيبورد مريح ومش متعب، والكيبورد مصممه موجهه للناس اللي بتكتب كتير. عندك برضو في حاجه اضافيه وهي كليكات للماوس، ودي حاجه كويسه علشان خاطر الكليكات اللي موجوده تحت التاتش باد باظت او بدات تعلق معاك. هنشيل غطا اللاب ونقول على شويه ملاحظات. اللاب بيجي ب2 سلوت للرامات، والرامات بتقبل زياده لحد 32، وطبعا مش كل الناس هتحتاج تخلي الرامات 32، واللاب هيبقى مناسب جدا على رامات 16. اللاب ده ما بيدعمش هارد اتش دي دي، ومن اسباب كده ان الجهاز ده الترا سليم. في حاجه بالنسبه لي في الجهاز ده ممكن تكون مميزه، وهو ان الكيبورد بتاعته من السهل انك تغيرها، مش هتحتاج انك تشيل البورده والحاجات اللي تحت الكيبورد وتفكك بموقة اللحام والكلام ده كله، بمعنى ان الكيبورد بتاعته مش متثبته في جسم اللاب، وهتحتاج انك تشيل كل الاجزاء اللي موجوده تحت الكيبورد من بورده او اي اجزاء تانية علشان تغير الكيبورد. لو عملنا مقارنه بين اللاب ده واقرب لاب جديد مش هيقل برضه عن 10000 جنيه. هنقارن اللاب ده باقرب لاب انت ممكن تشتريه جديد اللي هو ديل انسبايرون 3501 ببروسيسور كور اي 3 جيل 10. لو قارنا من ناحيه البروسيسور هتلاقي ان الكور اي 5 اعلى من ناحيه الكاش والكور، والاداء العام بتاعه هيبقى احسن، خصوصا لو انت هتستخدم اللاب بره هيبقى عملي اكتر ومش هيتعبك. حتى لو انت راكب مواصلات اللاب هيبقى سهل معاك انك تستخدمه. اللاب ده بيجي برامات 8 و SSD 256، لكن اللابات اللي زي كده بتيجي في الغالب برامات 4 وهارد 1 تيرا اتش دي دي. اللاب ده علشان تعرف تستخدمه كويس هتحتاج انك تزود عليه كمان رام 4 جيجا و SSD مثلا 120 جيجا. هتلاقي الحوار ده صرف حوالي 700 جنيه فوق ثمن اللاب. لو قارنا من ناحيه السعر، فاللاب ده بيجي ونفس اللابات المشابهه ليه اللي بتيجي بنفس البروسيسور الاي 3 العاشر في رينج النهارده 10000، واللابات دي كانت اقل من كده، لكن اللاب ده بيجي بسعر 7000. علشان كده هتلاقي ان اللابات الاستيراد بتكون موفره عن اللابات الجديده، ولو جيت حسبت الفرق هتلاقي ان اللاب ده موفر عن اللاب ده حوالي 4000 جنيه. في العموم اللاب ده مناسب جدا لشغل البيزنس والناس اللي بتشتغل في تخصصات الاي تي، ومناسب ليك لو انت في كليه وما بتحتاجش حاجه للتصميمات، وكمان اللاب يقدر الغرض معاك لو انت عايز تعمل مونتاج لحاجات بسيطه زي الحلقه دي. لو معاك فلوس في رينج 7000 اشتري اللاب ده. اللاب بيشتغل على شاحن 45 واط، وكفاءه البطاريه اللي موجوده فيه لو 90% تقعد معاك 5 ساعات. وزن اللاب هو 1.5 كيلو، علشان كده اللاب ده مش هيكون متعب ليك وانت بتستخدمه بره. في النهايه اتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات.